بسم الله الرحمن الرحيم. تسمعوني واضح؟ اوكي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم وأيامكم ولياليكم. الحقيقة طبعا هذا أول لقاء وجها لوجه مع أعضاء مجموعة لغة الضاد، وهو أول لقاء أيضا ينظم له من قبل باقة الفراغير الثقافية، فجميل أن نتصفح وجوهكم الطيبة، وجميل أيضا أن نلتقي وجها بوجه ونخرج من فضاء الافتراض. أسعد الله مساءكم أيها الأصدقاء، ومرحبا بكم في رحلة عميقة موغلة في التاريخ الشعري لهذه الأرض المباركة. ونحن هذه الليلة في ضيافة شاعر له حضوره وله صيته في عصره، وعلينا أن نرتحل بذاكرتنا إلى الوراء 330 عاماً على التقريب. وأمام هذه المسافة الطويلة زمناً الممتدة نصاً وشعراً، آثر الشاعر والناقد والمحقق الدكتور حسين السماهيجي أن يشد مئزره وينيخ براحلة البحث والتنقيب والتحقيق في ركام هذا التاريخ المثقل، والذي ينوء بحمله أولو القوة من الرجال. لا شك أنها مهمة جسورة وصعبة وكثيرة المزاج، لا سيما إذا تطلب الأمر إعادة ترميم شخصية من شخوص هذا التاريخ ونفض الغبار عنه. وكم هي كثيرة تلك الأسئلة التي تتطلب إعادة شخصية كشخصية الشاعر أبي المعالي إلى هذا الحاضر من جديد. عليك أن تبحث أولاً في تلك الخطاطات، وأن تشد الرحال ربما إلى أقاصي الأرض وأطرافها للبحث عما تناثر من تلك المخطوطات وما تركه المستاخ بمدادهم وحبرهم. إنها لمهمة عالية قد تستغرق من البعض العمر كله في سبيل إحياء من دثر من تراث شعري وما غاب في جب التاريخ من معارف وعلوم. لن أطيل في الافتتاح أكثر من ذلك، فأمامنا متسع من الوقت محدود، ولكن اسمحوا لي أن أعرفكم بقدر يسير بضيف هذه الليلة الدكتور حسين السماهيجي وبسيرته الأكاديمية والعلمية. فهو من الحائزين على دكتوراه في اللغة والآداب العربية جامعة منوبة بالجمهورية التونسية عام 2010 عن أطروحته توظيف التراث الصوفي في الشعر العربي الحديث من خلال أعمال جبران خليل جبران وصلاح عبد الصبور وعبد الوهاب البياتي وأدونيس. كما أنه حائز على ماجستير اللغة العربية من جامعة البحرين عن أطروحته إيقاعية شعر التفعيلة في المملكة العربية السعودية، والبكالوريوس في اللغة العربية من جامعة الملك سعود بالمملكة العربية السعودية أيضا
له من الإصدارات الشعرية ما لم يقله أبو طاهر القرمطي عام 96، والغربان عام 99، وامرأة أخرى عام 99، نزوات شرقية عام 2002، وعبد الله الغذامي والممارسة النقدية والثقافية عام 2003 يترك لهم أثر. عبد الله الغذامي إصدار مشترك، نعم. يترك لهم أثرا عام 2008 دم على حافة البياض عام 2015، ولحفة المشاء أظنه آخر إصدار الشرعية عام 2021. على صعيد التحقيق، والذي نحن الليلة بصدد أثر من أمثاله، فقد صدر له تحقيق كتاب الخطب للشيخ عبد الله السماهيجي، وتحقيق ديوان أبي المعالي السيد عبد الرؤوف الجد حفصي، وتحقيق ديوان السيد شبر ابن السيد مشعل الغريفي، وهو أحدث إنجازاته في حق التحقيق الشعري للتراث الشعري. معا نرحب جميعا بالأخ والصديق الدكتور حسين السماهيجي، ولا بأس أن أبدأ له بشيء من شعر الشاعر أبي المعالي، واخترت أن يكون غزلا لأني أعلم أن الدكتور يحب شعر الغزل. كتمت الهوى جهدي ولم ألتفت إلى محب، بمن يهواه صرح أو كنا، أغالط لما لج واشي هواهم، بليلى ولا ليلى، ولبنى ولا لبنى، وأذكر لفظا يوهم الخصم أنه به عرف المعني، لكن هم المعنى. لدينا أيها الأحبة في هذه العجالة من الوقت مساران اثنان. المسار الأول سيمر بنا على التجربة الشعرية للشاعر أبي المعالي، والمسار الثاني هو مسار جهد الدكتور في جانب التحقيق. فالمسارين سيكونان معا يعني أثناء الأسئلة، ومن بعد ذلك سنفتح المجال إن شاء الله لكم في ما تودون أن تتداخلون به. حقيقة في البداية يعني أنا وضعت بعض المداخل التي بمقدور الدكتور أن ينير لنا بعض الجوانب على هذه الشخصية أولا، ومنها نود أن نتعرف بداية على موقع الشاعر السيد عبد الرؤوف الجد حفصي، وموقعه وتأثيره في مجايبيه وفي عصره، وأن يضيء لنا شيئا من شخصية هذا الشاعر. سأدع الحديث الآن للدكتور ليتفضل، ثم بين وقت وآخر أدخل عليه بأسئلة مكملة، فإليه أنقل الحديث. شكرا. شكرا جزيلا الأستاذ العزيز الأستاذ زكريا ربي. السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. قبل البدء أتمنى على الحضور الكرام أن نقف دقيقة احتراما لأرواح شهدائنا في غزة الصمود. قراءة الفاتحة. أتوجه بالشكر الجزيل للإخوة الأعزاء في واقع الفريق الفضائية الثقافية، بالخصوص لحبيبنا الشيخ أبي أسامة حفظه الله، وهو الذي أعتقد يقدم خدمات جليلة
هذه الخدمات الثقافية تكلفه الكثير من الجهد والوقت، ولعل هذا اللقاء هو يعني أحد النتائج المثمرة إن شاء الله للجهود العظيمة التي يقوم بها الأستاذ الفاضل هو وبقية الإخوة. وأنا أشكركم جميعا مرة أخرى على الحضور. بالعودة إلى العزيز أبي ميثم وللسؤال عن أبي المعالي. طبعا أبو المعالي كما تعلمون هو السيد الشريف عبد الرؤوف ابن الحسين ابن أحمد ابن قاضي القضاة السيد الشريف عبد الرؤوف ابن الحسين ابن محمد عليكم الرحمة والرضوان، والمنتمي بنسبه الشريف إلى الإمام موسى الكاظم عليه السلام. السيد الشريف عبد الرؤوف عليه الرحمة يمثل في التاريخ الشعري في البحرين، أعتقد يمثل مكانة مركزية لاعتبارات شتى. أولاً السيد عبد الرؤوف كان في لحظة تاريخية اتسمت بالالتباسات الشديدة من جانب وبالتنازعات الشديدة أيضا من جانب آخر. الالتباسات من حيث عدم وضوح الكثير مما يتعلق بتلك الفترة للأسف الشديد. حتى في شخصيته هو وجدت مع الاشتغال على تحقيق مخطوطة ديوانه أن هناك خلطا شديدا بينه وبين آخرين، ومثال ذلك كان هناك خلط بينه وبين جد أبيه السيد الشريف عبد الرؤوف بن الحسين بن محمد، لدرجة أن بعض النصوص الشعرية كانت تنسب للجد ولا تنسب لصاحبها. أيضا بعض البنود الشعرية كانت تنسب لغيره. هناك بعض القصائد كانت تنسب، مثلا القصيدة التي كانت في يعني التوجه لله عز وجل في آخر الديوان كانت تنسب لعبد الرؤوف ابن السيد ماجد الصادقي عليه الرحمة والرضوان، وطبعا كانت النسبة خاطئة. اتضح ذلك أولا من خلال المخطوطة نفسها، ثم بعد ذلك من خلال متابعة ما يتعلق بالسيد عبد الرؤوف ابن السيد ماجد الصادقي عليه الرحمة. بالمناسبة طبعا السيد ماجد الصادقي هو من أخت قاضي القضاة السيد عبد الرؤوف بن الحسين بن محمد، ولذلك نحن نقف أمام عائلة علمية أدبية غير عادية، سواء من حيث شخوص يعني الرجال أو النساء في نفس الوقت. السيد ماجد طبعا كان قرين أبي البحر، وهو ممدوح لأبي البحر في قصيدته الدالية الشهيرة: معاهدهم بالأبرقين هوامد سقين عهاد المسن تلك المعابد. فكان في آخر القصيدة